السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم مع هذه الوصفه لنهار اليوم. سهله ماهله بنينه بالبزاف، جربوها وراح تفرحوا بها عائلتكم. عندي هنا اول حاجه نص كاس تاع الحليب. الحليب يكون دافي، زدت عليه نص مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وزدت عليهم 2 مغارف تاع السكر. نحرك. وهنايا سمحوا لي برك على الصوره، يعني مشي واضحه مليح، ما انتبهتش عند الصوره ماهيش واضحه. هنايا زدت عظمه كامله، وزدت عليها مغرف صغيره تاع لافاني. نحرك مليح، ونزيد هنايا 2 مغارف تاع زبده ذايبه هكذا كما راكم تشوفوا، ونزيد نحرك. هنايا راح نزيد الفارينة. عندي 2 كيسان تاع فارينة اللي كنت غربلتها. هذا الكاس الاول حطيت الفارينة وندخلها في هذاك الخليط هكذا. ونزيد هنايا الكاس الثاني، نزيد عليه مغرف صغيرة تاع خميرة، ونزيد الملح، نص مغرف صغيرة تاع الملح، ونخلط. هنايا راح نستعمل ايدي ونعجن. يعني ممكن تهز لي 2 كيسان فارينة وممكن اكثر، انا هنا هزت لي 2 كيسان وزدت شوية تاع الفارينة هكذا، ونعجنها مليح كما راكم تشوفوا حتى تستعجل لي. بعد ما عجنتها كما راكم تشوفوا راح نغطيها ونخليها ترتاح مدة 20 دقيقة. وبعد ما ارتاحت لي 20 دقيقة، هنايا راح نرش الفارينة ونجيب هذيك العجينة نتاعي نحلها هكذا بيديا كما راكم تشوفوا، ومن بعد راح نحلها بالقنوط كما راكم تشوفوا. يعني نديرها ماهيش مش رقيقة بزاف وماهيش خشينة. وهكذا بعد ما حليتها بهذا السمك راح نجيب هنايا هذه القطاعة ونحاول يعني نسوي الأطراف، يعني نعدل هذوك الأطراف اللي خارجين هكذا. ونجيب هنايا نقطعها هكذا شرائط. ودائما اسمحوا لي على الصورة اللي ما راهيش واضحة. وبعد ما قطعتها راح نجيب هنا شوكولا اتارتيني اللي راح نعمر بيها. في الاول في البداية درت هنا خطأ، هو اني وصلت كامل الشوكولا على الاطراف، وبعد ما جيت نغلقها خرجت لي الشوكولا. انا خليتها هكذا باش نوري لكم الخطأ نتاعي. وهنايا درت خطوط هكذا كما راكم تشوفوا. راح نقطع هنايا ونلف هكذا، غير ما نضغطش، يعني نخليها خفيفة باش طيب لنا مليح. وهنا راح نغلق هذوك الاطراف، نغلقهم مليح باش كي نجيو نقليوهم ما تتحللناش. نزيد معاكم الحبة. شوفوا هنايا يعني الشوكولا مش راح نوصلها على الاطراف، باش كي نجي نغلقها راح تغلق مليح وما تخرج هذيك الشوكولا هكذا كيما راكم تشوفوا. نغلق عليها مليح الاطراف تاعها، ونزيد ندير الخطوط كيما درت في الاول. نلفها يعني بشكل خفيف، ونغلق الاطراف مليح.
هكذا كما راكم تشوفوا. حتى نكملها كامل نحطها في الزيت اللي كنت سخنتها من قبل على النار تكون متوسطه، يعني النار ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش قويه باش طيب لي، يعني طيب في غرضها وما تبقاش يعني من داخل مش طايبه وما تتحرقش من برا. هكذا حتى نكمل كامل هاد الحبات. هكذا وبعد ما كملتهم حطيتهم في الزيت يتقلاو كيما قلت لكم، يعني النار على نار ما تكونش قويه بزاف وما تكونش ناقصه بزاف. ومن بعد لي طابوا خليتهم بردوا وزينتهم بالسكر. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش جام للفيديو ونتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. نتمنى الفيديو عجبكم والوصفه عجبتكم، نقولكم يعطيكم الصحه على المتابعه، وما تنسونيش بالتعليقات تاعكم اللي نفرح بها بزاف. نشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلام.